ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. تخيلوا ان انا عملت طبق الفظيع ده بمنجايه واحده بس. هنعمل احلى طبق حلو في الدنيا. رهيبه رهيبه رهيبه. حان وقت ان احنا ندوق. يلا كوكو. امم حلوة. امم حلوه ايه دي؟ تحفه. لا لازم تجربوها. كيك طري قوي. كيك لسه طري. تجربوها وتعملوا لايك. يلا. فظيعه. امم حلوه قوي. بجد الكيكه طعمها مانجا قوي. عشان زي ما انت حاطينها في كل طبقات مانجا. هي حلوه جدا. لازم تجربوها. بقى الطريقه على طول. اول حاجه هجيب البول اللي انا اصلا هعمل فيها الكيك. عندي 7 معالق من السكر و7 معالق من الزيت. هميكس كويس قوي كل الزيت مع السكر كويس قوي. وهحط بيضه واحده. وبرده هنرجع نميكس. وهحط فانيليا طبعا عشان البيض. وكمان هحط معلقه من الخل، معلقه صغيره من الخل. ماشي. ونرجع نقلب. و7 معالق من الدقيق نخلوهم عشان نسيت. ورشة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وكمان 7 معالق من اللبن الحليب يعني. وهنرجع نقلب كل ده كويس جدا جدا جدا. ده القوام بتاعنا. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 تقعد حوالي 25 دقيقة. نعمل بقى بقية الحاجات. عندي هنا منجاية كده كبيرة. هي الوحيد يعني هي منجاية واحدة بس اللي هنعمل بيها الطبق ده. هحاول ان انا اقطع. انا المانجا اللي عندي دي كانت سكري. عشان كده المانجا مش متماسكه. لو حابين بقى الشكل المانجا يبقى مكعبات قوي يعني تجيبوا المانجا اللي هي ماسكه نفسها الزبديه او المانجا اللي هي لونها احمر دي مش عارفه اسمها. هنا بقى بفصص المانجا يعني باخد البوري بتاعها ده علشان هحتاجه في كذا حاجه. هرسته كده. انا مش عايزه اضربه في الخلاط. ماشي. فهرسته كده معايا بالشكل ده. وبعدين لحد ما بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده دايب خالص. هنا دي كانت المية بتاعت المانجاية. خدتها برضو في فنجان كده على جنب. هقولكوا هنعمل بيه ايه. هنا ده زودت فيه مية ساقعة وهضربه مع كيس من كريم شانتيه. نضربه كده كويس قوي عشان يبقى ضروري جدا يا جماعة ما نضربوش بلبن. لازم يبقى بالمانجا علشان يبقى بنفس طعم المانجا. علشان كل المكون او كل الطبقات تبقى طعمها مانجا. لا 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 الطبق ده كان بجد خطير. بجد كان يعني والله اتنسفت في ثانية من كتر ما هي حلوة. كده تمام. رؤية لازم تعمل زي كيك بقى طلع من الفرن. نعمل فيه كده بالبتاعة دي. زي ما انتم شايفين كده فتحات بسلكة الاسنان او بالشيش. عصاية الشيش دي اي حاجة. فاكرين بقى فنجان المانجا اللي احنا كنا شارينه على جنب. سقينا بيها المانجا. ضروري جدا. تمام ما يتريلتش بقى. وكمان هنسقيها برضو فنجان من الحليب اللبن. ماشي. وبرضو هنستنى لحد لما الكيك يشرب المانجا بقى واللبن ويبقى فظيع كده. تمام. لحد دلوقتي على فكرة هي سهلة جدا. وهرجع بقى احط الكريمة اللي انا ضربناها بالمانجا برضو. ماشي. حطينا بقى الطبقات في التلاجة لحد لما الكيك طلع. تمام تمام. زي اي تستوي يا جماعة زي اي كيك. مش شرط يعني الناس اللي عندها فرن كهرباء طبعا فرن بوتاجاز طبعا تنفع بس نهدي الحرارة شوية. وبفرد كده الكريم شانتيه من فوق. طبعا مش لازم بقى كيس حلواني والكلام ده. واصلا كان شكلها فظيع يعني. بفردها كده وبرجع احط باقي المانجا اللي احنا كنا ايه مقطعينها بقى. ما والله ما كانتش فارقه معايا شكلها المنتظم قوي يعني. انتوا عارفين ان انا ماليش في يعني في اسمها ايه في تزويق بتاع الحلويات يعني مش تخصصي خالص انا بس بحب اعمل كيك بس بصراحه. كانت فظيعه. وبس يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.